الجزائر لابد أن تكون زعيمة الدول الإفريقية وأن تبقى لها هذه الزعامة. بدا في الأفق من ينافسها، فوجب عليها اتخاذ كل التدابير لإضعاف هذا المنافس القوي. يجب إضعافه سياسيا واقتصاديا وعسكريا أخيرا. هذا المنافس هو المغرب طبعا. الضربة الأولى ستحط من معنويات هذا الخصم القوي وسترهقه اقتصاديا وتهزمه سياسيا. يوجد في الجزائر حوالي 40,000 مغربي يعملون في شتى الميادين، منهم معلم الكتاتيب القرآنية وعمال فلاحون وبناؤون، ومنهم جماعة كبيرة تعمل في التجارة وتملك عقارات ضخمة من فيلات إلى عمارات إلى مزارع. ريثما ندبر الأمر فيما يتعلق بالجانب العسكري. سنجمع المغاربة العاملين والقاطنين في الجزائر وسندفع بهم إلى ما وراء الحدود مجردين حوفاة عراة. وبانضمام الصحراء المغرب يعاني من دهورة الاقتصاد، وبوضع 40,000 من المغاربة خارج الحدود حوفاة عراة سنبدل استقراره فوضى ولا استقرار. ثم ستبقى ثروات وممتلكات أولئك الحوفاة العراة ربحا لنا.